المغرب رسميا خالد تويتي ينضم إلى ملف البرتغال وإسبانيا لاحتضان كأس العالم 2030. هذا هو المغرب الجديد الحقيقة. المغرب نصف نهائي المونديال القطري، ما تنساش. المغرب عنده مباراة جد مهمة 25 مارس في طنجة في المغرب ضد المنتخب البرازيلي. يستضيف البرازيل في طنجة في المغرب. نهار 28 يلعب في مدريد كونتر البيرو. واليوم يؤكد الإعلان في انتظار التأكيد الرسمي من الجامعة الملكية المغربية والوزارة المعنية منذ دقائق. الناس كل على الأقل محطات الإعلام الكبرى والصفحات الكبرى أكدت أن المغرب انضم إلى الملف الثلاثي المغرب إسبانيا البرتغال من أجل مونديال 2030. ما ننساوش أن المغرب من سنوات مضت وهو يدافع ويجري ومكبش لاحتضان المونديال، وقتها كان المونديال العربي او المونديال الافريقي، وفي كل مره لم ينجح في هذه الاستضافه. اليوم هو مونديال مغاربي عربي افريقي اوروبي، وقد يكون نحكيو عليه في قادم الايام بمظله اخرى وروح اخرى. قد تكون المصالحه زاده الحدوديه الاسبانيه المغاربيه، السياسيه الاسبانيه المغاربيه، التاريخيه الاسبانيه المغاربيه. نعاود نقول لك كره القدم في المستوى هذايا ماهيش فقط مجرد نتيجه او تتويج او احتضان لمسابقه قاريه وعالميه، هي سياسه باقدام اللاعبين.